نقدر بالنظام النباتي إننا ناخد احتياجاتنا من البروتين ومن الفيتامينات والمعادن؟ الإجابة إننا نقدر بنسبة كبيرة، لكن لازم تعرف إزاي تحقق ده. لو أنت نباتي مهتم إنك تعرف إزاي تاخد كل احتياجاتك من الأكل بدون مكملات غذائية، ركز معايا في الفيديو ده. أنا دكتورة ساندي العسال وهنا ABC تغذية. النظام النباتي بينقسم لاتنين: إما فيجيتيريان، دول النباتيين اللي ممكن يشربوا حليب أو ياكلوا بيض أو جبن أو أسماك. أما الفيجن فما بياكلوش أي حاجة من المنتجات الحيوانية. فبالنسبة للفيجيتيريان يقدروا ياخدوا احتياجاتهم كاملة ببساطة، فلو أخدوا بيضة في اليوم وكوب حليب وأكلوا جبنة خلال اليوم مع كوب ونص من البقول أو حبوب الصويا، فده هيغطي احتياجاتهم من البروتين. وياخدوا من 3 ل 4 ثمرات من الفاكهة والخضروات من 5 ل 7 حصص في اليوم، والحصة حوالي نص كوب. مش هيحتاجوا ياخدوا لا كالسيوم ولا فيتامين B12. أما الفيجن عشان ياخدوا احتياجاتهم من البروتين فهياخدوا نفس كمية الفيجيتيريان، لكن هيعوضوا فرق البروتين من حصتين زيادة من المكسرات والبذور. والحصة عبارة عن 30 جرام من المكسرات اللي هي 23 وحدة لوز أو سوداني، أو 14 وحدة من العين الجمل، أو معلقتين من الطحينة، أو معلقتين من زبدة السوداني أو زبدة اللوز. وممكن يعتمدوا كمان على التوفو، فكل 100 جرام من التوفو فيهم 8 جرام بروتين. أما بالنسبة للكالسيوم فلازم يشربوا الحليب النباتي ويتأكدوا إنه مدعم بالكالسيوم، أو يعتمدوا على المصادر النباتية زي بذور الشيا والسمسم والطحينة والتوفو. وبالنسبة لفيتامين B12 فبنصح الفيجن إنهم ياخدوا مكملات لفيتامين B12 لأنه صعب يتاخد مع المصادر النباتية فقط. لو أنت فيجن أو فيجيتيريان اهتم إنك تاخد احتياجاتك مظبوطة وكاملة من البروتين والكالسيوم وفيتامين B12. مع ABC تغذية، تعلم تغذية تكسب صحة.